قبل ما نبدأ نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ الفيلم واحنا بنشوف وودي نايم وبيحلم وبيسمع خبط بره، فبيقرر يخرج يشوف في ايه، وبيكون في ورقة مكتوب عليها ممنوع الصيد وغرامة للي يخالفها، وبيقطعها 2 صيادين وبنشوفهم ماشيين ورا بعض، وبيسمع واحد منهم صوته بيلف وراه وبيلاقي التاني بياكل شوكولاتة. بعدها بيكون وودي واقف على الشجرة وبيشوفه بس ما بيكونوش عارفين نوعه ايه، وبيقرروا انهم يصطادوه عشان يحنطوه يبيعوه، وبيحاولوا يضربوا سهم من البندقية بس مش بتصيبه. بعدها بيلف وودي حواليهم بسرعة وبيقف بينهم وبيضربهم هما الاتنين، وبيطير هو في الهواء وكل واحد بيتصاب بالسهم وبينام. بعد كده بنشوف لانس بيحتفل في مكتبه مع زمايله بان كسب قضية شركة البترول. في الوقت ده بتدخل عليه بارب وبتقول له انهم طردوه. بيقول لها لانس ازاي، انا لسه مكسبهم قضية بملايين، لكن هما بيطردوه بسبب كلامه اللي اتسجل مع قناة وبيقول ان الحياة البرية مش مهمة وان مفيش دب هيخلق فرصة عمل. وبالليل لانس بيقول لحبيبته اللي حصل وبيعرفها ان هو عنده خطة، فبتقول له هترفع عليهم قضية ولا هتشوه سمعتهم على السوشيال ميديا. لكن لانس بيقول لها لا، هو عنده ارض على الحدود الكندية هيبني عليها بيت ريفي ويأجره، ومن ارباحه هيبني شركته الخاصة. بعدها بنشوف الصيادين بيدور على شكل الطائر اللي شافوه، وبيعرفوا ان هو نقار خشب وان هو انقرض من زمان وان سعره $500,000، فبيقرروا يدوروا عليه ويصطادوه. بعد كده بنشوف لانس بيجهز حاجته هو وحبيبته عشان يسافروا، والباب بيخبط وبتكون ليندا طليقته وابنهم تومي، وبتدخل ليندا وتومي وبتطلب ليندا من لانس انه يخلي تومي عنده اليومين دول لان باباها تعبان جدا وفي المستشفى، وهي قررت تسافر له دلوقتي. وبيرفض لانس وحبيبته فينيسيا وبيقول لها ان هو مسافر عشان هيبدأ مشروعه وانه مش هينفع خالص يخليه معاه، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وفي الاخر بيفضل تومي مع لانس، وهم في الطريق بيكون تومي مشغل الاغاني ومعلي الصوت في سماعته، فبتدخل فينيسيا العربيه عشان تجيب مسكن. بعدها بيطلب لانس من تومي انه يشيل سماعته وبيقول له ان مامتك عندها حق، احنا اصلا ما لحقناش نعرف بعض والرحله دي فرصه لينا. لكن تومي بيقول له انا عارف انك ما كنتش عايز اجي معاك وان مفيش في حياتك غير حبيبتك، وبيحط سماعته وبيكملش كلامه معاه. وبيوصلوا المكان وبيوريهم لانس المكان، وبيكون متحمس جدا انه يجيب الجرافه، وبيبدا الشغل وبيشرح لهم هو متخيل البيت هيكون ازاي، وبيبداوا ينزلوا حاجتهم اللي هيخيموا فيها. وبيخرج وودي وبيشوفهم وبيتبسط ان في مخيمين لان كده معناه ان في مكسرات وايس كريم واكل حلو. بعدها بنشوف حارسة الغابة وهي بتعلق على الشجر تاني ورق ممنوع الصيد، وبتلاقي على الارض سهم بتاع صيادين وورقة شوكولاتة. وبعد كده بتوصل للمكان اللي فيه لانس وعيلته، وبتقول له انت اكيد حفيد بيل والتر لانك شبهه جدا، وبتعرفه بنفسها ان اسمها سام ميرلت، وبتقول له ان جده هو اللي علمها الصيد وانها سمعت ان لانس هيبني بيت، وبيوريها المجسم اللي عامله وبيقول لها ان هيعمله على مساحة 5000 متر. وسام بتقول له مش شايف انه هيكون كبير جدا على 3 افراد؟ بيقول لها لا، هو بيعمله للاستثمار وهيبيعه، وبتعرض عليه انه يقلل المساحه عشان يحافظ على اكبر قدر من الاشجار، لكن هو بيرفض وبيقول لها ان هيسيب لها كام شجره تحضنهم. بتسيبهم بعدها سام وبتمشي، وبتكون فينيسيا متضايقه من سام جدا، لكن تومي بيقول ان هو حبها وبيطلب لانس من تومي انه يساعده، فتومي بيقول له ان هو محتاج يستكشف المكان. وبيروح تومي وبيقعد في نص الغابه في استراحات خشب وبيفضل يطبل، وبيطلع وودي من صندوق الزباله وبيطبل وبيرقص معاه. بعدها بيشوف وودي قدام تومي علبه زبده الفول السوداني، وبيحاول يقول لتومي ان يديله منها بس طبعا مش بيفهمه، فبيكتبها له على اللوحه الخشب وبيديله تومي منها، وبيقرب منه وودي وبيخليه يلعب في شعره، وهو اللي قرر يسميه وودي. لكن وودي مش بيقرب ويلعب معاه عشان بقى اصحاب، انما بيعمل كده عشان الاكل اللي ببلاش. بعد كده بيكون لانس وفينيسيا وتومي بيتغدوا، وبيكونش تومي عاجبه الاكل وبيسالهم لو في بيتزا، بس في الوقت ده بيجي وودي وبيقول لهم ان هو اتاخر عشان الدنيا كانت زحمه، وهم مش بيفهموا هو بيقول ايه. لكن تومي بيقول لهم ما يخافوش وبيديله اكل، فبتقول له فينيسيا ما تقربلوش، احنا مش عارفين هو جاي منين. وبيقول وودي ولا احنا عارفين انت كمان جاي منين. وبيحاول يهشوا لانس او يخبطوا بالمقشه عشان يطير، بس بيفضل واقف وبيقول لهم تومي يسيبوه وان هو ما اذاش حد فيهم. وبيطير وودي وبيحاول يضربوا لانس، لكن المقشه بتخبط في وش فينيسيا، وبيكون تومي مبسوط باللي حصل. بعدها بيقول لانس لفينيسيا يلا نكمل غدانا، بس بيكون الاكل كله وقع. وتاني يوم الصبح بيبدا العمال الحفر، وبيقول لانس للقائد بتاعهم انه عايز البيت يخلص في اقصى سرعه وان الفلوس موجوده وما يهموش اي حاجه. وبتكون فينيسيا مع مهندس الديكور وبتشرح له اللي هي عايزاه بالظبط، وبتقول له ان هي عايزاه يخلص في 8 اسابيع، لكن هو بيقول لها ان ده وقت قليل جدا. بس فينيسيا بتقول له ان الفلوس موجوده، وبيقول لها يبقى خلاص كده هيخلص. وبيقول لانس لتومي مش عايز تشوف الحفر، فبيقول له لا، وبيسيبهم وبيمشي. وبيكونوا بيقطعوا في الشجر وبيحفروا الارض، وبيصحى وودي على صوتهم وبيكتشف انهم هينقلوا ويعيشوا هنا مش بيخيموا بس. وبيبدا وودي يهاجم العمال وبينطوا من الجرافات بتاعتهم من الخوف، وبيقول لهم لانس حد يمسك البتاع ده، وبيعمل حمام على راس فينيسيا وبتحدفه بحته رخام وبتخبط ازاز العربيه تكسره. بعدها بيقول المسؤول عن الحفر انهم هيصلحوا الازاز ويضيفوه على الفاتوره. وبالليل بيعمل وودي نفس الصوت بتاعه وبيصحي لانس من النوم، وبيخرج بس ما بيشوف
يكسفهوش وبيقول له ممكن توطي صوتك. والصبح بيروح تومي يتمشى في المكان وبيلاقي محل ادوات موسيقيه، فبيدخل وبيجرب الجيتار، والبنت اللي هناك بتساله اذا كان هيشتريه ولا هيفضل يعزف. بيعتذر لها تومي وبيتعرفوا وبتقول له ان هي اسمها جيل وبيعجبها عزفه، وبتقول له ممكن اعمل معاك صفقه كويسه، لكن هو بيقول لها انه مفلس. فبتقول له انها بتعزف على الجيتار الالكتريك وصاحبها ليلي بيعزف درامز ومحتاجين عازف عشان يسجلوا في المهرجان اللي هيتعمل اخر الشهر، ولو وافقت هخليك تستعيره مده الصيف دي كلها ببلاش. وبيوافق فعلا. ولما بيخرج بيجي ولدين وبيضايقوه وبياخدوا الجيتار منه وعايزين يضربوه، لكن بيجي وودي وبيقطع هدومهم وبيجروا بسرعه وبيخافوا منه. وبيقول وودي ليهم ان محدش يضايق الشخص اللي بيديله اكل ببلاش. ولما بيروح تومي البيت بيساله لانس كان فين وجاب الجيتار ده منين، وبيعرفوا انه هيعزف في فرقه مع بنته، وبيقول له كمان على الولدين اللي كانوا هيضربوه وان وودي هو اللي ساعده. وفينيسيا بتقول له ما تجيبش سيره الطائر الغبي ده، لكن هو بيقول لها مش هو اللي كان على راسه فضلات عشان يبقى غبي. وبيقول له لانس ان انت متعاقب. وبيدخل المقطوره وبيقول له تومي على فكره ما حدش مبسوط ان احنا هنبني بيت هنا. وبالليل بينسى لانس الشباك مفتوح، فبيدخل وودي ليه وبينقره في راسه وبيصحى. وبيخرج له بره لانس وبيقول له ان احسن له يطير من هنا، بس وودي بيكون مجهز سنوبر وبيحدفوا بيه. وتاني يوم الصبح بيكونوا العمال شغالين في المكان، وبتطلب فينيسيا من لانس مفتاح العربيه لان هي عايزه تروح المدينه تعمل شعرها. وبيقرر وودي ان ده وقت انه يخرج اللي بيعتدوا على ارضه بطريقته. وبيدخل لانس لتومي وبياخد منه موبايله وبيقول له مش هتقعد طول النهار كده، اعمل حاجه مفيده. وبيسمع لانس فينيسيا وهي بتنادي عليه وبتقول له ان الطائر رجع تاني. فبيخرج تومي ولانس وبيهاجم وودي العمال بطريقته وبيوقعهم في الاسمنت وما بيخليهمش يشتغلوا. بيروح عشان يهاجم لانس وفينيسيا وبيركبوا العربيه بسرعه، وهو بيحرك الايد بتاعه خلاط الاسمنت وبيفضيها عليهم في العربيه. وبيفتح باب العربيه ليهم مسؤول الحفر وبيقول تومي لابوه ان هو عنده حق والخروج فعلا ممتع. وتاني يوم بيروح لانس لسام وبيقول لها انه عايز يقدم شكوى في نقار خشب. بتقول له مستحيل لان هو انقرض من 100 سنه، وبتعرفه ان ده كائن مدمر ومؤذي، ولما كان بيتواجد في مكان السكان بيسيبوا حاجتهم ويهربوا. فبيقول لها يبقى نقتله. وسام بتقول له ان دي غرامه $10,000 وسنتين حبس. بعد كده بيكونوا الصيادين في الغابه وراجعين بعد ما دوروا على وودي وما لقوش حاجه، وبيروحوا لعربيتهم وبيكون وودي خرم الكاوتش وكمان عمل لهم حمام ورسم لهم بيه على ازاز العربيه. وبيقرروا كده ان هو مش هينجب عملته دي. وبالليل وودي طاير بيسمع نغمته وبيدخل محل الادوات الموسيقيه وبيلاقي تومي وجيل وليلي بيتدربوا عشان المهرجان. وبيستغرب جيل وليلي شكله، فبيقول لهم تومي ان هو نقر خشب. وبيكملوا عزفه وبيعزف وودي معاهم وهو بينقر الخشب. وتاني يوم الصبح بيكونوا العمال شغالين وودي كالعاده بيضايقهم، وده طبعا بيكلف لانس فلوس ووقت اكتر في الشغل وما بيقدروش يخلصوا حاجه. وبيكمل كل يوم ليل وجيل وتومي تدريبهم. بعدها بتمشي فينيسيا وبتسيب لانس لانه مش عارف يتعامل مع الطائر، وبيكون وودي شايف انه كده عمل فيه جميل. وبالليل بينام تومي ولانس بره وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شويه، وبيكون زعلان تومي لانه عارف ان ابوه بيحب فينيسيا. وتاني يوم بيروح لانس للصيادين وبيتفق معاهم انهم يصطادوا النقار ويرموه بعيد عن هنا من غير ما يقتلوه مقابل $500. وبيوافقوا وبيتفق معاهم انهم يروحوا له تاني يوم الساعه 10 عشان يكون ابنه خرج. بعدها بيكون رايح تومي وجيل وليلي وبيعوموا في البحيره وبيلاقوا بيت مهجور في طريقهم وبيدخلوا وبيلاقوا جوه البيت اجزاء من حيوانات وبومه محبوسه في قفص، وبيكون ده بيت الصيادين. ولما بيجوا بيخرجوا الثلاثه بسرعه بعد ما بيعتذروا انهم تاهوا ودخلوا المكان بالغلط. وتاني يوم بيروحوا الصيادين وبيحطوا الكام فخ بتاعهم وبيكونوا معلقين قفص ومعاهم مسدس فيه شبك والسهام المخدره، وبيحطوا في النص تحت القفص انثى خشب من نقار الخشب وبرطمان زبده فول سوداني. وبيخرج وودي لما بيشم زبده الفول السوداني، بس بيكون خرج قبل القفص ما يقع عليه وبيحدفوا السهمين، لكن وودي بيطير وبيرجع لهم فبتخبط السهام فيهم وبيناموا. وبيحدف وودي لانس بمسدس الشبك اللي بيكهربه. وتاني يوم بيكون لانس بيشتري حاجات وبتشوف سام وبتقول له انها عرفت اللي حصل ليه والمقطورته وكمان خطيبته، لكن هو بيقول لها خطيبتي السابقه. وهي بتعرفه ان انا هنصحك نصيحه بخصوص نقار الخشب. وبيسمع منها لانس بتقول له ان بدل ما تبقى عدو لي خليه صاحبك واكسبه وكده هتتحل كل مشاكلك. وبيروح لانس فعلا وبيحط له اكل وبيجي له وودي وبيقول له ان هو هيفكر في الموضوع، لكن لانس بيقول له ان اخدك الاكل ده هعتبره موافقه. وبالفعل بيسيبهم وودي يبنوا بسلام طالما بيدوا له اكل، وبيفضل ياخد منهم اكل كل يوم لان كده المنفعه متبادله. وبيخلصوا البنا وبيسلم المقاول لانس وبيشكره برغم انهم اتاخروا واخدوا فلوس كتير. وبالليل بيقعد يتعشى تومي ولانس وبيجي وودي وبيحط له لانس الاكل بتاعه. وبتتصل ليندا مامة تومي وبتقول له ان بنت عمها وافقت انها تاخد تومي لحد ما باباها يخف، لكن لانس بيقول لها ان احنا بقينا متفقين. فبتقول له لا تخلي بالك من ابني. قال لها لانس ان ده ابننا. ويوم المهرجان بيروح تومي وجيل وبيشجعوا ليلي في مسابقه الاكل، وبيشوف وودي الصيادين في المهرجان وبيرحب بيهم. وبيروح لانس لسام وبتساله عن حاله نقار الخشب، فبيقول لها ان عمل بنصيحتها فعلا وقدر ان يبني البيت وشهر وهيبيعه. وبيقول لها لو تحب تروح معاه يسمعوا فرقه تومي ابنه، وبتوافق فعلا. ولما بيروحوا بيكون تومي وجيل بس اللي بيعزفوا،
لنفسه لان ليلي تعب من كميه الاكل اللي اكلها، بس وودي بيعمل درامز خاص بيه وبيعزف معاهم وبينقذهم من المأزق اللي كانوا فيه، والناس فعلا بتتبسط جدا. وبعد العزف بيقول لانس لتومي ان هو فخور بيه وان عزفه كان جميل جدا، وبيعرفوا تومي ان وودي هو اللي عزف درامز معاهم. وبتقول لهم سام انتوا فعلا لقيتوا نقار الخشب وعايش معاكم، وبياخدهم لانس وبيروحوا ياكلوا. وهم ماشيين بيشوفوا عرض وبيقفوا عشان يتفرجوا، وبيكون صندوق بيفتحوا اطفال وبيخرج منه حشرات مضيئه. في الوقت ده بيقول وودي انهم المفروض يكملوا مع بعض، وبيروح وودي البيت وبيقرر ان دي عيلته الجديده، وبيرسم على الخشب صوره ليهم وهم الاربعه، وهو بيحط التوقيع بتاعه بيخبط سلك بيعمل شراره وبتولع في البيت كله. وتاني يوم بتكون المطافي جت وطفت البيت، وبتقول لهم ان الحريق سببه قطع السلك كهرباء، ممكن يكون اللي قطع السلك ده فار او حيوان صغير. فبيسالهم لانس ممكن يكون نقار خشب، فبيقول له الضابط ايوه ممكن. وبيكون وودي في بيته بيفكر انه ممكن يصلح اللي عمله ده ازاي. في الوقت ده بيتصل لانس بالصيادين وبيجوا وبيقطعوا الشجره اللي فيها وودي وبيقدروا يمسكوه. وبيقول تومي لانس انه شافهم محنطين حيوانات وانهم هيقتلوه مش هيسيبوه في الجبل وخلاص، بس هو بيقول له هم وعدوني انه هيسيبوه حر في الجبل. وبيقول تومي لانس هو فاهم هو عمل كده ليه، لانه بيبعد اي حاجه تزعجه مهما عملت معاه، وزي ما عمل معاه ومع امه، وانه متفاجئ انه محنطهمش وبيسيبه وبيمشي. وبيروح تومي لجيل وليلي وبيطلب مساعدتهم عشان يخرج وودي. ولانس بيتمشى وسط الخشب بيشوف اللوحه اللي عليها رسمه وودي، وبيعرف انه ما كانش يقصد وبيخرج جري بسرعه. في الوقت ده بيكون الصيادين بداوا مزاد اونلاين لبيع وودي، وبيروح تومي وجيل للمكان بتاع الصيادين وبيدخلوا المكان وبيشوفهم وودي، لكن الصيادين بيقدروا يمسكوهم. وبيروح لانس يدور على تومي وبيسأل سام عنه، وبيقول لها اللي حصل وبتقول له انها عارفه مكان الصيادين. وبيكونوا الصيادين حابسين الولاد الثلاثه وبيبيعوا نقار الخشب، وبيقولوا للولاد انهم هيحنطوه والمبلغ اللي هيبيعوه بيه هيعتزلوا بعده. وبعدها واحد منهم بينقل حاجتهم للعربيه والتاني بيجهز حاجته عشان يحنطوا. وبتيجي سام ولانس في الوقت ده بيخرج الصيادين وبيكلموهم بره، وبيقولوا لهم انهم ما شافوش تومي وسابوا نقار الخشب من بدري. بعدها بيدخل الصيادين، وقبل ما يبداوا بيدخل عليهم سام ولانس وبيحبسوهم الصيادين، وسام بتقول لهم انها بلغت الشرطه والشرطه على وصول. وبيفضل يحرك لانس قفصه وبيميل على قفص وودي وبيقدر انه يفتحه، وبيضرب وودي الصيادين وبيخرجوا عشان يهربوا، وبيكون الشرطه وصلت. لكن الصيادين بيهربوا بالبيتش باجي بسرعه، وبيكون وودي بيجري وراهم، وقبل ما يدخلوا كندا بيوقعهم من على الجسر في الميه. وبعد لما بيخرجوا للشاطئ الشرطه بتكون مستنياهم وبتقبض عليهم. بعد كده بيوري لانس لتومي وسام شكل البيت الجديد وبيعجبهم جدا، وبيقول لهم ان من حسن حظه ان التأمين غطى اضرار الحريق اللي كانت بسبب وودي. وبينادي على وودي وبيوري له بيته اللي عمله له بدل البيت اللي دمره. وبالليل وهم نايمين بيقرر وودي يكتب اسمه على العمود اللي عليه بيته، لكن العمود بيقع عليهم وبيعتذر لهم وودي وبيقول لهم مش هتحصل تاني. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معايا.